السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. قصتنا النهاردة من أكتر القصص المثيرة للجدل. لما هتسمعها تفكر 1000 مرة في كل الناس اللي حواليك وأقرب الناس ليك خصوصا. وقصتنا النهاردة بتتكلم عن علاقة ما أو علاقة زواج بين واحد وواحدة، والراجل ده اكتشف حاجة ما كانش المفروض أو ما كانش يتخيل إن هو يكتشفها بعد ما وثق في الشخص اللي اتجوزه ده فترة طويلة جدا، بل وكان أساسا ارتباطه بالشخص ده بناء على ثقة الناس اللي حواليه اللي رشحوا له الشخص ده إن هو يتجوزه. القصة بتاعت النهاردة من أكتر القصص اللي هتخليك تفكر 1000 مرة في الشخص اللي أنت ممكن تقرب له. فمن غير كلام كتير يلا بينا نتكلم في تفاصيل الحلقة بتاعتنا النهاردة. قصتنا بتتكلم عن جمال، وجمال عنده 40 سنة. جمال ما كانش دماغه قوي في الجواز وما كانش حابب يتجوز، وكان كل همه في حياته هو شغله. بصراحة هو كان رجل أعمال كبير جدا في البلد، وما شاء الله كان شغله بره وجوه، وعنده في مصر أملاك، بل وعنده بره مصر كمان أملاك، وعنده كذا شركة بيديرهم هو بنفسه. والراجل كان عايش حياة بسيطة جدا، يعني بينه وبين نفسه، ما كانش فيه ناس كتيرة حواليه، لكن حياته أساسا حياة مرفهة جدا جدا ما شاء الله، لأنه كان شخص يعني رجل أعمال كبير. فكان الراجل بيحاول يبسط نفسه بقدر الإمكان، أو بيحاول يخلي حياته كويسة وما يحتاجش أي حد حواليه. لكن بسبب الضغوط اللي الناس اللي حواليه وضغوط عيلته، قرروا إن هم يطلبوا منه إن هو يتجوز بقى ويكون أسرة، يعني على الأقل يبقى عنده ولد أو عنده عيلة كبيرة يقدر يشيله من بعده. كل الحاجات اللي هو بيعملها والشغل اللي هو بيعمله ده هيعمله لمين وعشان مين؟ فكر الراجل مرة واتنين وتلاتة في موضوع الارتباط والجواز، وبعد إلحاح ناس كتيرة من حواليه قرروا إن هو فعلا يسمع ليهم ويشوف هما عايزين إيه. كانوا مرشحين له واحدة أو شخصية مرموقة جدا في البيئة اللي حواليه أو في الكومباوند اللي هو كان عايش فيه. الكومباوند اللي كان عايش فيه كان عنده فيلا كانت والدته موجودة فيها، وكان الناس اللي حواليه كلهم يعني معرفة، الكومباوند كله ناس تعرف بعض. وكانت الشخصية دي أو البنت دي اللي اسمها سلمى كانت شخصية طموحة جدا جدا، وهو كان يعرفها، والبيئة اللي حواليه يعرفوا إن هي شخصية ناضجة جدا طموحة جدا، وعندها أهداف كتيرة جدا وشابة وجميلة وفيها كل الميزات اللي أي حد يتخيلها، اللي ممكن يخلي الشخص ده أو ممكن يحب الشخص ده عشانه. يعني كان فيها كل الميزات. فالراجل ادى الموضوع فكرة وقال ياخد خطوة ويدي لنفسه فرصة معاها علشان حياته تبقى مستقرة أكتر، ويقدر يسافر بره بقى ويبقى يعيش الحاجات اللي هو ما عاشهاش. يسافر مع زوجته دي بره مصر، أو مؤقتا في فترة الجواز يعيش جوه مصر كام شهر كده لحد ما يرتب أموره بره مصر، وبعد كده يتوكل على الله ياخد مراته معاه، سواء كانت مراته وقتها مخلفة أو لا. لكن هو كان بيقول إن هو كان حابب إن هو يتجوز في مصر، ولو هيخلف يعني هيخلف بره مصر علشان موضوع الجنسية وكده. المهم جمال قعد فعلا مع سلمى وحس ان هو يعني البنت دي فعلا هي اللي هتبقى موجودة في المكان ده، وهي اللي فعلا تقدر تكون زوجته المستقبلية او زوجته اللي يقدر بعد كده يعتمد عليها في شغله او حتى تربية اولاده. وفعلا قرر ان هو ياخد الخطوة وارتبط بسلمى. وسلمى كانت ذكية جدا وناضجة جدا في تعامله مع أو في تعاملها مع جمال، لدرجة إن جمال حبها أكتر وما كانش ندمان إطلاقا على فكرة الجواز، رغم إنه هو أساسا كان شايل من دماغه فكرة الجواز أو فاكر إن الجواز ممكن يعطله عن حاجات كتيرة جدا. لكن جمال فعلا قرر إن هو ياخد الخطوة بعد ما عرف سلمى أكتر، وبعد ما حس إن هي يعني بحبها ليه وهو كمان حبها. فالموضوع يعني ربط معاه شوية، وقرر ان هو خلاص هياخد الخطوة ومش هيكون ندمان على الخطوة دي. وبعد كده خلى موضوع الجواز بسرعة بسرعة، لان هو كان مرتبط بشغل بره مصر. وفعلا خلال شهرين بالكتير كان متجوز سلمى، واشترى لها فيلا في نفس الكومباوند اللي كانوا قاعدين فيه، بحيث انها تبقى قريبه من اهلها وقريبه منه هو او قريبه من بيت اللي عايشه فيه والدته. وفعلا اشترى لها الفيلا اللي موجوده في نفس الكومباوند، واتجوزوا وقضوا يعني شهرين موجودين هناك، شهر العسل. وحاول ان هو يخلص الموضوع علشان كان عنده صفقات او كان عنده شغل لازم
يطلع بره ويسافر بره في سفرياته. فعلا خد بعضه وسافر بعد شهرين بالظبط من تواجده في مصر. لحد كده الموضوع تمام جدا جدا، يعني ما فيهوش اي حاجه. جمال كان عنده بعض الشخصيات او بعض الناس القريبه ليه في مصر، كان هو يعني زي ما بيقولوا كده ايديهم اليمين اللي بيحركوا كل حاجه ليه في مصر، سواء بيتابعوا شغله، بيتابعوا بيته، بيتابعوا والدته، وبيتابعوا حاجات كتيره جدا هو ما بيقدرش يعملها في مصر. وكان الشخص ده اسمه محمود، ومحمود ده كان دراع جمال اليمين اللي في مصر، اللي دايما بيتصل بيه يعرف منه اخبار كل حاجه، يعرف منه اخبار والدته، يعرف منه هي محتاجه ايه، تعبانه ولا لا. وهو فعلا كان بيسد مكانه في وقت هو تواجده بره مصر، وكان الراجل بيثق فيه جدا جدا ثقه عمياء. كان قاعد معاه حوالي تقريبا اكتر من 10 سنين. محمود ده موجود في مصر، وبشهادة والدته هي كانت بتحب محمود جدا وبتثق فيه جدا، لان هو زي ابنها بالظبط، وبيعمل اي حاجة بتحتاجه او بتحتاجها ان هي تبقى جمال متواجد فيها، بتلاقي محمود بيسد والزيادة. وفعلا جمال بدأ ان هو يشوف طلباته. وبعد شهر العسل او بعد فترة جواز جمال من سلمى في مصر وسافر، بقى محمود كمان مسؤول ان هو يعرف اسرار ويعرف الدنيا اللي موجودة في بيت محمود، ويعرف اخبار زوجته ايه، هل هي محتاجة حاجة، هل هي ليها طلبات معينة، زائد كمان طلبات زوجته نفسها اللي كانت بتطلب منه اي حاجة من بره، فبيقول لها انا هو يعمل اي حاجة، سواء العربية بتاعتها بايظة، انه هو اكتر شخص بيسد مكانه وواثق فيه جدا، هو اللي بيقدر يعمل اي حاجة مكانه لحد ما يرجع من مصر، او لحد ما يرجع بره مصر، يرجع تاني مصر. وفعلا كانت الدنيا تمام جدا جدا، ومفيش اي حاجة تثير الجدل في الموضوع ده. لكن بعد فترة جمال حس ان سلمى متغيرة معاه شوية. بعد ما كانت بتتصل بيه مرة واثنين وثلاثة في اليوم، بقت تتصل بيه مرة واحدة بس على النوم، قبل ما ينام كانت تتصل بيه. وبعد كده المكالمات شبه بقت معدومة، لدرجة ان جمال بدأ يقول لمحمود هو في حاجة. جمال يطمنه ويقول له يا جمال مفيش اي حاجة، كل حاجة ماشية تمام، واي حاجة بتحتاجها سلمى انا بنفذها فورا، واي حاجة هي بتحتاجها هي بتكلمك، يمكن هي تعبانة شوية او في بوادر حمل الله اعلم. فطبعا جمال فرح جدا جدا من الاخبار دي، وقال يسمع من بقك ربنا، يا ريت يكون كلامك صح. وبدل ما يكون في توتر بين سلمى وبين جمال، لا، محمود خلى الموضوع يمشي على انه كلام جميل جدا، ويحول الموضوع بدل من هو توتر حوله ان هو يكون يعني راضي عن سلمى. فالمهم الدنيا مشيت تمام ومفيش اي حاجة. لكن فترة بعد كده لما رجع جمال مصر من الشغل بتاعه، حس بتغير من ناحية سلمى. سلمى مش هي اللي كانت سلمى اللي كان يعرفها، اللي كانت دايما شغوفة دايما بيه، ودايما هي اللي كانت اللي بتبادر في حبها ليه، وكانت دايما هي اللي بتاخد اي خطوة علشان تخلي العلاقة بينها وبين جمال احسن شيء ممكن. اتغيرت، بقت شخص عادي، بقى عندها لا مبالاة بيه، بقى عندها لا مبالاة بلبسه، بقى عندها لا مبالاة بأي حاجة بيعملها. بعد ما كانت بتغير عنه وبتغير عليه في أي حاجة بتمسك موبايله، دلوقتي ما بقاش يهمها، دايما عايزة تنام ودايما تبعد عنه. واللي خلى جمال يشك في الموضوع إن في حاجة غلط. سلمى ما كانتش كده، رغم إن هو بيلبي لها كل طلباتها تقريبا وبيعمل لها أي حاجة هي عايزاها، رغم كده ما قدرش يعرف السبب، ما قدرش يعرف أي حاجة. والفكرة اللي جات له إن أكيد في حاجة غلط في الموضوع. بعد كده جات لجمال سفرية تانية برا مصر، فقرر إن هو يسافر. الوقت أو الفكرة اللي كانت سلمى فيها، اللي ما كانش عندها سلمى أي مانع إن هو يسافر تاني، بل كانت بتشجعه إن هو يسافر علشان يشوف شغله. ودي كانت الفكرة اللي خلت جمال يشك في سلمى بشكل كبير جدا جدا. يشك فيها إن هي بعد ما كانت دايما هي اللي عايزة تخليه ينقل شغله مصر وعايزاه يستقر هنا، بل وكانت لو عايزاه يشتغل بره تسافر هي معاه، دلوقتي هي اللي بتشجعه ان هو يسافر بره. سافر شوف شغلك، سافر شوف مستقبلك، انت تواجدك بره هو اللي بيخلي الشركات او شغلك بره ينجح، لازم انت اللي تتابع، مفيش مشكلة هنا، انا هنا جنبك، جنب والدتك وجنب عيلتي.
فحس جمال ان مش دي سلمى اللي كان يعرفها، اللي كانت دايما عايزاه يبقى موجود معاها 24 ساعة. فهو شك من هنا ان في حاجة غلط، وشك اكتر ان هل ممكن تكون سلمى ما بتحبوش، هل ممكن تكون سلمى تعرف حد تاني. وقعد يفكر كتير جدا وشك في الموضوع بشكل كبير، لدرجة ان هو بدأ يعترف الكلام ده لمحمود صديقه أعز أصدقائه، واللي كشف عنه أسرار كتيرة جدا، وقال إن هو حاسس إن سلمى ما بتحبوش، وإن ممكن تكون في حد موجود في حياتها، وإن ممكن الشخص اللي في حياتها ده يكون موجود في حياتها من قبل ما هو يتجوزها. فكان رد فعل جمال إن هو قال له لا يا عم إزاي، الست ست كويسة جدا وما شاء الله وست ناضجة، وإياك تقول كده عليها مرة تانية. واللي خلى أساسا جمال يحس بالذنب بعد ما كلمه محمود في الموضوع ان هو ما ينفعش يفكر في مراته بالشكل ده اطلاقا، وان هو يثق فيها ثقة عمياء، وان الست دي موجودة في البيئة اللي فيها والدته اساسا، ان هي جنب والدتهم وجنب والدته، فمستحيل تعمل اي حاجة غلط. المهم جمال اطمن تاني بعد ما كان شاكك ان في حاجة غلط. المهم بعديها بفترة جمال نزل مصر، والفترة دي قرر ان هو يقعد مع والدته شوية ويتكلم معاها، وبدأ ان هو يفضفض ليها عن الكلام اللي بيحصل. طبعا والدته قعدت تتكلم معاه حكم خبرتها في الحياة، قعدت تنصحه بتقول له يا ابني ما تشكش في اي حاجة او ما تشكش في اي حد الا لو معاك دليل، ده ربنا يغضب عنك حتى. فكلمها يا امي والله انا هعمل اللي عليا والباقي على ربنا، طالما ما فيش اي دليل هحاول انا اجتهد في العلاقة دي، يمكن هي متضايقة، يمكن هرمونات، يمكن هي في بوادر حمل او حاجة، وانا هاخدها عند الدكتور وهكشف عليها، يمكن ربنا يطلع فيه خير في الموضوع. فقالت له خير ما تفعل يا ابني. وبعد كده قالت له حاجة خلت جمال يستغرب شوية، قالت له ان بقالها فترة كبيرة ما بتشوفش محمود عندها زي الاول، وان محمود على طول مش موجود، وانه انت ممكن تكون مكلفه بحاجات كتيرة جدا متخلياه ان هو مش موجود معظم الوقت عندها هنا، بعد ما كان بيقعد مع عندها فترات طويلة يشوف طلباتها ويشوف هي محتاجة ايه وعايزة ايه، ودايما يتصل بيها. لكن الفترة دي استغربت جدا من رد فعل محمود بعد ما كان دايما موجود عندها، ودايما يسألها عن علاجها اللي بتاخده ولا لأ، ودايما يسألها هل هي محتاجة حاجة ولا لأ يبعت لها حد. انقطعت سيرة محمود، مش زي قبل كده، بقى مختفي. فطلبت من جمال ان هو يخفف الشغل عن محمود شوية علشان يفضل موجود عندها او يشوف طلباتها. طبعا جمال وبيسمع كلام والدته وهو عارف 100% ان هو مش مكلف محمود بأي حاجة، بل دي اكتر فترة مش مكلف فيها محمود بأي حاجة تقريبا، ما بيطلبش منه حاجة غير ان هو يشوف والدته. فمرضاش ان هو يقول لوالدته ان هو مخفف الشغل عن محمود اساسا، وان محمود على طول موجود، وان ما ينفعش يكون مشغول بأي حاجة غير ان هو يتابع والدته ويتابع اي حاجة موجودة بيطلبها منه. طبعا هو ما قالش لوالدته الكلام ده، وخبى الموضوع ده جواه، وقال لوالدته انه تمام انا هحاول اخفف الدنيا والمواضيع عن محمود شوية علشان على الاقل ياخد باله منك وياخد باله من طلباتك، ودايما يشوف اي حاجة انت محتاجاها. فقالت له تسلم يا ابني، وخد بعضه وروح. وكلام والدته طول الليل وهو نايم دايما بيودي ويجيب. ايه علاقة محمود ان هو يختفي الفترة دي؟ ومحمود بيعمل ايه من ورايا؟ هل هو بيعمل بيزنس من ورايا، او بيعمل شغل، او بيعمل اي حاجة؟ طب ايه اللي بيخليه مختفي؟ ايه اللي بيخليه مختفي عن والدتي وانا اساسا حاطه هنا عشان يكون دراع اليمين يعرف ويفهم طلباتي؟ فقرر ان هو يروح لزوجته ويكلمها عن محمود، واللي قال لها ان ايه اخبار محمود معاكي، هل انت بتطلبي منه اي طلبات او بتطلبي منه اي حاجة او تصلحي عربيتك او اي حاجة وهو بيرفض؟ فقعدت تتكلم عن محمود كلام كله كويس، وان هو دايما شايف الشغل بتاعه زي ما هو عايز، ودايما بيلبي طلبات البيت، واللي هو محتاجاه بيجيبه لها من بره. فاستغرب جمال ان كلام سلمى مختلف تماما عن كلام والدته اللي كان لسه قايلاه من شويه ان هو مختفي.
ومن هنا بدأ الشك يتزرع جوه قلب جمال ناحية محمود، واللي قرر جمال ان هو ياخد خطوات يقرر ان هو يفصل بيها الموضوع ده تماما ويعرف حقيقة الاتنين ايه. واللي عمله جمال ان هو استعان بمهندس موجود معاه في الشركة، مهندس مخضرم جدا وعلى ثقة بيثق فيه جدا، وقرر يتكلم معاه وقرر ان هو يكون بينه وبينه كلام ما ينفعش اي حد يسمعه. واللي قاله جمال للمهندس ده قال له ان هو يحط له كاميرات في الفيلا بتاعته من غير ما حد يعرف، ويا ريت تكون الكاميرات دي بالغة الصغر بحيث ان ما حدش يقدر ان هو يشوف الكاميرات دي فين. وبالفعل المهندس ده قال له ان الكاميرات الصغيرة بتكون غالية جدا، فجمال قال له ما عندكش اي مشكلة، اعمل اللي انت عايزه وانا هتكلف باي حاجة كانت مهما كانت تمنها ايه. وافق المهندس، وفعلا كان في يوم كانت فيه سلمى موجودة في بيتها او في بيت والدتها، وكان محمود كان مع جمال في ميتنج في الشركة اللي كان موجود فيها، فعلشان يخلي الدنيا دي خالص خلى المهندس في الوقت اللي هو ما فيش اي حد متواجد في الفيلا بتاعته، قرر ان هو يزرع كاميرات موجودة في الفيلا كلها، في كل ارجاء الفيلا، في اوضة نومه، في الريسبشن، في حتى الجنينة بتاعت الفيلا من بره وبوابة الفيلا، وخلى الكاميرات دي كلها متصلة بالموبايل بتاع جمال بحيث ان هو يقدر يتصل او يقدر يشوف ويفتح الكاميرات مهما كان هو موجود فين حتى لو بره مصر. وفعلا المهندس ده عمل كل اللي جمال قال له عليه، وقرر جمال ان هو خلاص هيسافر. وطبعا سلمى كانت بتحبزه بتشجعه ان هو يشوف شغله، وكان بيسافر من غير ما سلمى تحس ان هي وحشها او اي حاجة. طبعا جمال فاهم الخطوة دي هو خد ايه ومستني بفارغ الصبر يشوف اي نتيجة هو عايزها. وفعلا سلم على محمود وتوكل على الله سافر. وبعدها بكام يوم قرر جمال يفتح موبايله ويشوف الكاميرات اللي اتزرعت في البيت. وهنا جمال بيشوف اللي ما قدرش يستوعبه، بيشوف صديقه محمود داخل الفيلا عنده. فقال يمكن محمود بيشوف طلبات، بس طلبات ايه اللي هيشوفها الساعة 1:30 تقريبا؟ فاستغرب، واللي شافه جمال كان مدمر لأي راجل ممكن يشوفه. محمود وسلمى جوه أوضة نومه وعلى سريره وعلى فرشته. جمال مسك أعصابه، واللي أي حد ممكن يكون مكانه هيتحطم ويتدمر. أعز صديق ليه موجود في مصر وأكتر شخص بيثق فيه، ومراته اللي كان واثق فيها واللي خد علشانها قرار الجواز ده بالذات. تخيل معايا ان جمال طول الليل ماسك تليفونه وشايف قدامه اللي بيحصل ده، واللي خلاه قدر ان هو ينهار تماما وممكن يتدمر تماما. جمال كان قوي وقدر ان هو يمسك اعصابه، وفكرة ان هو موجود بره مصر منعته ان هو يعمل اي جريمة. بعدها فورا نزل جمال مصر، وكان معاه كل الادلة اللي تثبت ان مراته سلمى على علاقة بمحمود، وان هي خانته، وان هو مش بس بيقول كلام كده، ده معاه الدليل المادي، فيديوهات وصور ليهم مع بعض. لما نزل جمال مصر راح لسلمى وفعلا واجهها بالحقيقة، واللي انكرت في الاول لكن ما انكرتش خالص لما عرفت ان جمال زارع كاميرات كتيرة جوه الفيلا. ولما طلع جمال موبايله ووراها الفيديوهات اللي متصورة جوه أوضة النوم، ساعتها سلمى ما قدرتش تقول أي كلمة. ومن هنا قرر جمال ينتقم من محمود وينتقم من سلمى، ان هو يروح لأهل سلمى ويفرجهم على الفيديوهات، يقول لهم ان هو كان ممكن يعمل حاجات أسوأ من كده بكتير ويدمر بنتهم، بس هي ما تستاهلش، وهي ما تستاهلش كمان انه يدمر مستقبله كله عشانها. فعلا من ساعتها
والموضوع ده اتعرف عن سلمى، وهي خلاص حياتها اتدمرت، شغلها اتدمر، حياتها اتدمرت. وكمان محمود أعز أصحابه اللي بقى مش موجود لا في الشركة ولا في أي مكان في مصر، وإن جمال قرر إن هو ينتقم منه ويبلغ أي شركة تاني ما تشغلهوش عندها. كده دمر مستقبل محمود تماما، ودمر كمان مستقبل سلمى، واللي اتعرف عنها إن هي كانت على علاقة غير شرعية بشخص معين في عدم وجود زوجها، واللي خلاها بسمعة مشبوهة في الوسط اللي هي عايشاه أو في الوسط اللي هي عايشة فيه، واللي خلاها مدمرة محطمة، لا بتشتغل ولا حتى عارفة ترتبط أو تبدأ حياة جديدة. ومن هنا جمال قدر إن هو يتحاشى الأخطاء، وقدر إن هو يمسك نفسه بدل إن هو يعمل جريمة يدمر بيها مستقبله. انتقم بالطريقة الصح، بدل ما كان شايف الموضوع ده قدامه ودمره وحطمه، قدر إن هو يتماسك، وقدر إن هو ياخد خطوة أقوى من فكرة إن هو ينتقم. بدل الانتقام ما كان هيعمي عينه ويدمر مستقبله. بكده تكون انتهت قصتنا وحلقتنا النهارده. يا ريت لو عجبتك القصه ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناه وتدوس على جرس الاشتراك علشان يوصلك كل جديد. بشكركم لو وصلتم للدقيقه دي من الحلقه. كان معاكم محمد فوزي، وسلام.